صباح الفل، انا مرت هقول لكم النهارده ازاي تعملوا صدور الفراخ بتتبيله حلوه قوي، وفي نفس الوقت هتكون الطبقه الخارجيه دي مقرمشه ومش بتفك ابدا عن صدور الفراخ. ساعات بنيجي نعمل البنين نلاقي الطبقه الخارجيه دي كده انفصلت عن الفراخ، فلا ده هيكون ماسك فيها كده وكلها قطعه واحده مقرمشه بتتبيله حلوه قوي. الاكله دي يعني انا متاكده ان هي هتعجبكم، وكمان لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ وصفتنا. معايا نص كيلو من صدور الفراخ انا مقطعاها بالشكل الطولي ده. هضيف عليها بيضة، والبهارات بتاعتي ملح، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان معايا شوية من جوز الطيب، معلقة صغيرة من 7 بهارات، ورشة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. بكتب المقادير في صندوق الوصف. ومعايا كمان حوالي أقل من ربع كوباية من الحليب، وهعصر نص ليمونة. وبكده هي دي التتبيلة اللي انا بحب دايما احطها على صدور الفراخ، بتخلي طعمها جميل جدا. هقلب دلوقتي الحاجات دي، احط شوية زيت وهقلبها متبلة وقت اطول. لو مستعجلين فممكن تستنوا بس 10 دقايق وتبدأوا فيها. على جنب بقى معايا طبق فيه بضاية وشوية حلوين كده من الحليب، وعليهم برضو فلفل اسمر. والطبق التاني اللي انتوا شايفينه ده فيه دقيق، وعليه فيجيتار، اللي هو الفيجيتار اللي هو بتاع اللي هو مش الحار، انا مش بحب الحار، فحطيت عليه شويه من الفيجيتار. لو حابين تستغنوا عن الفيجيتار ممكن تحطوا على الدقيق بقسماط ناعم، وتحطوا نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ في الطبق اللي فيه الدقيق والبقسماط الناعم. بحط قطعة الفراخ مرة في الحليب مع البيض، واطلعها احطها في الطبق التاني اللي فيه الدقيق والفيجيتار. بعمل الكمية كلها مرة واحدة، وبعد كده على نار يعتبر مايلة للعالية وتكون الزيت سخن. ببتدي ان انا انزل صدور الفراخ بتاعتي، ويكون علشان يبقى مقرمش من بره، ومجرد ما ياخد لون من تحت بقلبه على الجهة التانية. بتطلع معانا الفراخ لونها ذهبي مقرمشة، الطبقة الخارجية دي ماسكة عليها. ولو حابين تستعملوا كمان اللي هو الكورن فليكس المجروش ده، تقدروا تضيفوه بدل خلطة الدقيق بالفيجيتار. يعني ممكن تستعملوا الدقيق بالفيجيتار، وممكن تستعملوا خلطة الكورن فليكس لو عايزين الطبقة المقرمشة من بره، اللي هي بيكون ليها شكل الزجزاج ده. لكن انا حابة ان اعمله بالطريقة اللي هي العادية، بيكون طعمه جميل جدا. ممكن تاكلوه بقى مع مكرونة بالصلصة او في سندوتشات. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.